مرحبا بشباب. اليوم وياكم فلوق شنو اليوم؟ فلوق شنو؟ فلوق الفلوقات اليوم. طبعا حاليا وين رايحين نسهر غيث؟ بن رضا علوان ملتقى المثقفين المعدات. طبعا رايحين نخربه. طبعا هنا غيث جاي يقول على موضوع مندوب مال ايش؟ مال التجميل. زين ليش ما استخدمت ما له قال لي. نريد اليوم نحكي بموضوع اللي الكلمه اللي طشت هسه مال هوجس. شنو هاي مال هوجس؟ هاي طشت هسه هي وخلوها على محمد عبد الجبار. هي كلمة قديمة جاية من الهواجس، هي المصائب والتفكير بالأحزان. العالم كانت ما تعرفها، هسه عرفتها بشكل طبيعي كلها هوجس يعني هي وذا هوجس. شو اسوي لك انا؟ والله ما ادري يعني ايش بيدي عليك؟ كل شيء نشر يعني ماكو ناس جاي تخليها حتى اغاني مو بمكانها يعني اغنيه فرايحيه يكتبها جاي هوجس عليها. شنو تهوجس بالفرح؟ شغل لك ساجد تعبان يقول لك انا جاي هوجس. انا ما هوجس وين يعني على لو لين ساجده هي عبالك شيء بيدين وهاي لا ما له علاقه. طبعا وصلنا هذا يقولون القهوه اللي تحبها هاي فوكس. هاي بن رضا علوان حاليا جاي نطلب. انا اطلب كابتشينو بالبندقيه. ايش تطلب؟ يعني شنو هاي شكليت ام اللولة تقدم لنا الطلب؟ سموكي ام اللولة. شوفونا شباب على تكيت في شيء. هاي خذ عاوز اشربه برجوازي للناس. تجي نشرب شاي مر وصوتك زياده. لا احد على اتصل ما قلت لك احبك عيوني تحكيها بمكان. الله نعم على اغاني يعني المفروض شغلون سعد بن ساعد لا شاي السواعد ولا الراس. نريد نحكي بموضوع اللي هو موضوع الزواج. ليش هاي الصعوبة بالزواج يعني؟ الغلاء الأمهار. يلا المال شباب. شباب راح نسولف موضوع اللي هو غلاء المهور. شنو رايك بهذا الموضوع غيث؟ وهل تشوف ان هذا الموضوع جاي يشكل عائق على الشباب العراقي؟ طبعا يشكل عائق على الشباب العراقي. يعني هسه كله غلاء المهور على الشعب العراقي. يقول لي والله يشكل على الشعب العراقي. يا شعب ولك الشعب شعبي دمج الجهال والاطفال والشياب كلها بالغلاء. الجاهل لما يكبر هم راح على نفس المعنى هذا. لا مو اسوء. والشاي المر محلى من نصب ونطيب واقول له اشرب تهنى خان استكانه يوم ما اشرب على قولة اسمه دي صوت. تعال غيث وين شو ما يعلم الغيب بس الله. وين الشيخ راح بعد 5 سنين مهجر. شباب اليوم راح نسولف بموضوع اللي هو العوائل. كل شيء عوائل. تروح المول عوائل، مدينة العاب عوائل، تروح يعني من ناحية حتى المطاعم راح يسووها عوائل. مفهوم العوائل شنو الشيء اللي قياس العوائل وياك هذا يعني هسه انا اذا جبت اخويا من عائلتي هاي انا اعتبر عائله لو الا بنيه زين. البنيه من تروح وحدها ليش تدخل؟ مو هم العوائل مو عائله. زين انتم ليش ما تقول مكان مسموح للبنات والبنات في وياهن ولد؟ انت ليش تقول لي عائله؟ ليش تجيب بنيه وحدها تدخلها؟ زين يعني ما انا مثلا راح اتحارش بين وهي يعني ماكو بنات راح تتحارش بولد من تجي وحدها مثلا. شنو الفكره؟ يعني مثلا انا مطلع اخويا اريد اونسه ليش يعني يقول لي ما في بس راح ينكسر خاطر؟ والله ما ادري يعني شفت اشر علي. لا ما عليك يعني. لا هذا مو طفل. الموضوع الثاني اللي نريد نسولف فيه اللي هو موضوع الزباله اللي تنشمر بكل مكان. انت هسه كشاب او مو كشاب، هو المجتمع كله شباب واطفال ونساء ورجال وشياب كلها نفس النظام. انت اليوم من تاكل او تشرب ومخلي لك يعني صراحه كل مكان يعني بعد هسه بعد مترين عنك تقريبا 3 امتار سله مال الزباله. عدم يعني هسه احنا المكان عام اللي فيه قاعده وسط الجزره الوسطيه كل شيء ما بيها لان ما بيها ناس. طبعا بيتم نايت حاليا. ايش طلبت استاذ غيث؟ شو اسمه؟ شنو يعني؟ يعني دجاج وخضر. اطيب اجنحه ممكن تاكلها اللي هو عندنا
فانا احب اشكر اللي سوى هاي الفكره، واللي سوى الصوص مال هاني ماستر، لان هو هاني ماستر. في شغله ثانيه احبها بنايت نايت اللي هي شوفوا، يعني المطاعم كذا لازم تضيف لنا شيف. يدرون بيكم خربط. اي والله انا ادمر روحي. هاي الشيف عندهم سالفه حلوه صراحه، من الشغلات اللي تخليني اجيهم دائما. من ذاك الزلمه انت؟ اي يا هو واحد منو؟ واحد اخذ عمين اخذ فتشي عليه محتوى هابط وزياده. عظم خشن هو هذا يعني هذا 5 عوام، لان هو سمين يحسبونه في 5. عظم خشن هذا انت سمين. طبعا ذني اكو حكمه فيها، بس ما اعرف شنو الصراحه، بس اكو حكمه. صوص بيض. ليش هذا بيض وهذا؟ لان هذا فلفل اسود وهذا ملح. لا احس اكو، شايف هاي دويرتين راح طلعت لنا بالمونتاج هنا. لا هنا هيك الين واليان. لا هاي اثنين اللي هيك بالنص بيها هو الين واليان. فيقول لك اكو خير واكو شر. ايه. واكو بنص الخير شر واكو بنص الشر خير. ايه. طبعا اجى طلب ها اطيب اكله بالدنيا. ينفخ فيها. احلى شغله عندهم ينفخ فيها. والبكتيريا احنا مو ما اقدر اقول مكان اللي لحم ممكن يعتز. لا كان فيك تشكل. ايوه. في السعاده هاي. شوف غيث عندنا طريقه بنايت نايت لازم تتبعها. ايه. هذا الجناح جايك وياه جاي صوص. ايه. تعزل هذا الجناح هيك. ايه. شو تسوي؟ تاخذ الفنجر تغطسها بالصوص. تغطسها بالصوص. ايه. تمطرها بالصوص على قولك. بالصوص. منو هذا اللي يقول تمطرها بالصوص؟ ما اعرف. اكو واحد يمه مطار. ايه. حركة البرجوازية. اقول لكم عضل رافعينكم غير على الطرف. لا حرام. تتمنى انه شنو يكون البرجر مال الدجاج كرانشي. كرانشي مو هاي اللعبه؟ هذه كراش. بعد شنو؟ كرانشي يعني مقرمش. شغله بالجناح بعض. الجناح مال نايت نايت يلزم هيك ويلزم من هنا. شو تسوي له؟ قصقص. لا باع هذا السحبه. شوف هذا الثاني هم سحبه باع. طلع عندك الجناح كامل. تاخذ هنا عندك فنجر. وين تخليه؟ نص جناح تعوض العظم بالفنجر بالصوص. للطيارة. نقدر طريقة ثانية. هذا مو جناح. هذا جناح. شنو رايك غيث تجربتك الاولى بنايت نايت؟ صلصة مال مشروم لا يبيعونها وحدها كلش ناجحة والله. والجناح لذيذ جدا. بس المشكلة تدري شنو؟ انه انا ما احب الغوص. عكسي. اي انا يعني احب الغوص الصراحة. هذا الشخص اللي منا ومنا ينزل اكل هذا. اكو شغلة جديدة بالبرجر. اول مرة اشوف مطعم يسوي مال دجاج، مو دجاج مفروم. صدر دجاج وستيك وداقينه. هو نايت نايت مو اقول له مستحيل. المفروض يسوون فلوس على هذا الفيديو بس الطعم كلش كافي. حتى لو يعطونا وجبة قابلة. زين تسوى.
قمة المتعة. مارس الاكل. ابطال امير بروز اللي يسألون ويقولون او يفعلون عليكم بالبرامج ومواقع التواصل مال عوفها علي خليها علي، ترى هاي سالفة كذب. يعني ساعة مثلا ابسط شيء برضع الماء راد مي ما ردت مي يعني تعطيني ربع مال مي فيها الحين. انت جاي تشتغل تصرف علي؟ لا انا جاي راح تصرف علي. هاي مال عوفة علي والوير ممنوع، هاي تلاوات دعاية بس، هاي رسميات. ويجوز اول طلعة ممكن تصير بينك وبين شخص حتى تبيعهم عليه، بس بعدين لا. طبعا اكو مثل بس ما يصير ينقال عشان محتوى خابط. كلمه شو اسمه؟ كلمه نضيمه على جيبه. بس احنا ما جاي نقول انه صاحبك اذا ما عنده تدفع له وهاي، لا. اكو فرق بين ما عنده وبين شو اسمه؟ تدفع له وبين صاحبك اللي عنده تدفع له. يعني بين اللي يطرحك زوج مثلا وبين اللي تفضل مو تفضل عليه، ما تفضل بين الاصدقاء. حلو بس يعني اللي عازمك هذا فرق انه يجيك للبيت وتوجبه وتحترمه، هذا لا شيء منه. نقصد بس كطلعات اي شيء يصير منه. قطعة فنية والله اللي يشتغلها هنا أنا مو طباخ، فنان تشكيلي وانا اشكيلك. شغلة أعاني منها دائما أسويها وأنسى، اللي هي مو أدمر بيبسي وأذا بتشوف إنه بحير شلون أنزل بيبسي. قاعد بس ما يوعدكم الغاز بواري وما تعرف؟ هاكله بيبسي. هاكله بيبسي. ما أسوي لك 15 والله يبقى 14 ونص. كتاب اشرب لا ويا الوجبة. وهاي يصير صديقي. ما خلصت لي النحل. مطيتك بيبسي. أقول لك الحدث ترى ما منطين ربع أنت. خلي ببالك. أصير ذاك الزلمة وغيبنا عنك. ها؟ خلي أغنية حيدر الفريدي وهذا المقطع. على راس الجميع. ريحة طيبة. إيه هو ريحة طيبة. السلام عليكم. السلام عليكم. تم الورد. حلو. هل ما أخذت راح للحجية، راح تفرح الحجية اليوم. وردة للحجية؟ ايه. وذاك الأسبوع طبعا بالفلوق اللي قبله أخذت وردة توليب. حلو توليب يعني اللي بزينونه كلها ما كلها توصي. لا جيبي ثاني وهسه راح ناخذ لها هاي. وانت استاذ غيث؟ وردة لأمي. طبعا لين هن يستاهلن لين هن الورود الحقيقية. والله. هاي ورود يعني هيجي. حتى خلالها هو عطر. يعني شوف كانت just for you. هي. يعني بس لك يمه. بس لك هو مو صدق طبعا. لان هي بس هي الوردة الحقيقية ترى. لان ماكو وردة مثلها. بالضبط. فهذا اللي فنحب نقول لشباب طبعا النسوان ما لها علاقة بالعمر جيبوا لهن ورد. هي الوردة ب 3000 ترى هي وهاي تغليفة يعني مو فشي غالي عبالكم. جيبوا وردة ترى النسوان يحبوا الورد ما لها علاقة بالعمر كان كبار وكان صغار. شكرا.